مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة. النهاردة عايزة اتكلم معاكم في موضوع مش عارفة اذا كنتوا تعرضتوا له ولا لا، بس اكيد في منكم تعرضوا له. الواحد ساعات لما بيبقى مخنوق ومتضايق مش عارف يتصرف لوحده في موضوع، بيضطر ان هو يتكلم مع ناس، ايا كان بقى مين الناس دول، ابوه، مامته، اخواته، اصدقاء، زوجة، زوج، ايا كان. آه، يعني بيبقى محتاج مشورة، اعمل ايه ما اعملش ايه. ساعات الواحد بيبقى محتاج يتكلم لمجرد الكلام او ان حد يسمعه بس مش اكتر، مش بيبقى محتاج حد يقوله اعمل كذا، بس هو بيبقى محتاج حد يسمعه لمجرد انه عايز يفضفض مش اكتر. السؤال هنا بقى، تروح لمين تتكلم معاه؟ سواء إذا كنت عايز مشورة في موضوع أنت محتار تاخد قرار فيه، أو لو كنت عايز تفضفض. السؤال في الاتنين إجابته واحدة، روح لنفسك. صدقوني، روحوا لنفسكم. تعالوا مع بعض كده واحدة واحدة. خلينا في اللي عايز مشورة مثلا لحاجة هيعملها. أولا أنت اللي في قلب الموضوع وأنت اللي شايف الدنيا ماشية ازاي. هتاخد رأي مين؟ هتاخد رأي اللي حواليك ايا كان صلة القرابة بينك وبينهم ايه، مهما كانوا بيحبوك. 90%، انا مش عايزة اقول يعني تقدير اكتر من كده، بس هو هيبقى اكتر من كده. هتبقى اللي بتاخد رأيه من ضمن دايرة المعارف او الاحباب، سواء بقى اذا كانوا اهل او زوجة او اصدقاء كانوا بيحبوك فعلا بجد وعايزين مصلحتك. 90% منهم مش هيكون عندهم خبرة. ايا كان السؤال عن الحاجة اللي محيراك ده ايه، سواء مشروع تداخل فيه، سواء آه، داخل على جواز مثلا عايز رأي حد، الكلام ده. فاللي حواليك مش هيدوك المفيد، صدقني. انت اللي عارف ايه اللي انسب لك، وفي معظم الاحيان ده اذا ما كانش كلها احنا بنبقى عارفين الاجابة وعارفين الاجابة الصح وعارفين ايه اللي انسب لينا، وبناخد رأي اللي حوالينا لمجرد تأكيد اللي في دماغنا مش اكتر. انت بتبقى محتاج حد بس يقولك اعمل كذا، طب ما انت بتبقى عارف ان كذا ده هو اللي انت المفروض تعمله، انت بس عايز ودنك تسمع من حد تاني تأكيد على اللي انت عارفه اصلا. تمام، فرضا ان اللي انت عارفه ده غلط، حاول جرب، اكتسب خبرة. مفيش حاجة هتبقى غلط 100% على فكرة، ومفيش حاجة هتبقى صح 100%. هنا هيكون في أخطاء وهنا هيكون في أخطاء. اقعد مع نفسك بالورقة والقلم، أو خد نصيحة حد ليه خبرة، حد عنده خبرة داخل في مشروع جديد. شوف مين اللي مسؤول عن المشروع اللي انت داخل فيه، أو مين اللي عنده خبرة في المجال بتاعك اللي انت هتبتدي فيه، وروح اسأل أهل الخبرة. تمام. في حاجة محيراك مثلا مش عارف تاخد لها قرار، شوف الموضوع اللي انت محتار فيه ايه وروح اسأل اهل خبرة. ما تروحش مثلا وانت قاعد مع صاحبك على القهوة، يا فلان ده انا معرفش كذا 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 كذا، ايه رأيك؟ ما هو صاحبك اللي على القهوة ده يعني خبرته زي خبرتك تكاد تكون، ممكن تكون اقل كمان، مش هو ده اللي هيفيدك في الموضوع، ومش هو ده اللي هيديك النصيحة الصح يعني ان انت تمشي فيها. وممكن تكون انت عارف اصلا الجواب الصح والحاجة الصح اللي انت المفروض تمشي فيها، وهو يدلك على الحاجة الغلط، فهتبقى ضيعت نفسك بنفسك. فيا جماعة، يا تسألوا اهل خبرة في اي موضوع انتوا عايزينه، يا اما يعني تثقوا في نفسكم وتثقوا في قراراتكم وتثقوا في ان انتوا عندكم عقل زي اي بني ادم تاني وبتعرفوا تفكروا برضو، وخدوا التجربة بحلوها بمرها بكل اللي فيها، واكيد يعني مش هتطلعوا في الاخر خسرانين. دي بالنسبة للحاجة
اللي هو لو حد عايز مشورة في موضوع معين أو كده. نيجي بقى للشخص التاني مثلا اللي هو متضايق، مخنوق، قرفان، مش عايز يكلم حد، مش عايز يشوف حد. مثلا جيت عليك فترة كده، هو خلاص متضايق في الفترة دي، مش عايز يشوف حد ولا يكلم حد، وبعديها فك شوية، فحابب بقى ان هو ايه، يفضفض بقى، يتكلم بقى عن اللي خانقه، اللي تعبه، الدنيا مش حلوة معاه، مش احسن حاجة. هرجع واقولك اختار الشخص اللي تتكلم معاه. يا جماعة، في دكاترة نفسيين لو رحت لهم هيعقدوك في عيشتك اكتر ما انت متعقد. بمعنى، اختار شخص موثوق فيه، سواء دكتور، سواء صديق، سواء شخص مثلا لو اللي هم زي المعالجين النفسيين، حتى لو انت ما تعرفوش، حاول تختار شخص موثوق فيه، مش اللي هو تروح له تبقى متضايق مثلا من حياتك 50%، لا هو يطلعك متضايق 150%. يعني تخرج من عنده عايز تنهي حياتك، تنهيها كلها. مثلا ممكن يكون عندك امل في الحياة 10%، هو يضيعهولك. طب ليه؟ وبعدين تعالى لي هنا، يا اللي عايز تفضفض، واللي عايز يتكلم، واللي عايز حد يسمعك. هرجع تاني واقولك، هو اللي هيسمعك ده او اللي هيقعد معاك ده، يعني ايا كان هيقعد معاك ليه؟ ما تختارش شخص يقعد معاك يعني ايه لسبب من الاسباب، مثلا اللي هو تسلية. يا عم احنا مش لاقيين حاجة نتسلى فيها النهاردة، تعالى نعمل كوباية شاي ونقعد نسمع فلان عنده حكاية، تعالى احكي لنا ايه اللي مضايقك، ويقعد بقى يعمل لك فيها محلل نفساني بقى، يحكي لي عن مشاكلك ويعني تاريخ اعماقك الداخلية. ايه ده؟ او حد تمام ماشي، وبعد ما يسمع، وده اذا سمع اصلا يعني وساكت طول الحكاية، وجي في الاخر يقولك معلش، استفاد ايه انا؟ ماشي معلش، وبعدين او شخص تاني، دي شريحة بقى. يعني انا شخصيا برجوك اذا كنت من الشريحة دي ما تسمعش لأي حد متضايق بجد، اللي هو يقولك ايه، يا عم سيبها على الله، يا عم كبر دماغك، يا عم انت اتوضى بس وصلي، بس انت كل حاجة. ايوه، ما هو مش ابو لهب اللي جاي يحكي لك عن مشاكله، هو مش جاي لك كافر، ده انت كده هتكفره. يا جماعة، ربنا فوق الكل، وربنا يعني ما حدش يقدر يتكلم في اي دين، محدش يقدر يعني يغلط في صلاة مثلا او عبادات، او انك تكلم ربنا، كل ده الكلام ده جميل جدا، بس بيجي علينا وقت بنبقى عايزين نتكلم مع بني ادم زينا زيه، اللي هو حد يسمع ويرد. فبلاش تندمه على اللحظة اللي جاي يتكلم معاك فيها. هو مش واحد كافر قاعد قدامك، اتقي ربنا، روح اتوضى وصلي ايوه، ما هو عارف كل الكلام ده، وانت تفتكر ان هو ما عملوش؟ فبلاش يعني تحسسه ان انت نبي او ملاك نازل من السماء، وهو ابليس قاعد قدامك، وانت بقى يعني ايه، عرفته بقى الطريق اللي هو كان غايب عن دماغه ما كانش عارفه. مش كده يا جماعة. فن الاستماع ده فن ليه ناسه. فانت لو مش قادر تسمع اللي قدامك ومش قادر تريحه، ما تسمعوش. وبالنسبة للي عنده مشكلة، لو مش قادر تعرف الشخص الصح اللي انت تروح له، او الشخص اللي يسمعك حقيقي، يسمعك بجد، حتى لو في الاخر هيقولك معلش، هتبقى معلش عن معلش تفرق، هتبقى معلش وفي وراها حلول، او معلش خلاص السهرة خلصت والحدوتة خلصت واحنا خلاص اتسلينا شوية وقمنا مشينا. اختار الشخص اللي تتكلم معاه، ومش اي حد تقوله اسرارك، ومش اي حد تفضفض معاه بقلب مفتوح حتى لو كان صديق. يا جماعة، البشر بطبعهم قلابين، البشر نفسه قلاب.
فلما تيجي تتكلم مع حد موثوق فيه 100%. وبلاش حكاية ده صاحبي وعشرة ومتربي معايا، عشان الاخوات بيقلبوا على بعض. وانا مش قصدي والله ان انا اعمل فتنة بين الناس وان انا اكرهكم في بعض ولا كده، لا، بس حرص ولا تخون. مش كل حاجة تروح تحكيها لأي حد، وما يبقاش سر مثلا عارفه 3-4 من صحابك. اولا السر اذا خرج عنك انت ما يبقاش سر. يعني السر يقولك السر اتحفظ بين 2، مفيش حاجة اسمها كده. سرك معاك، خرج على لسانك لحد تاني ما يبقاش اسمه سر. فلو قدرت، وده الافضل والاحسن، انك تشوف حد موثوق فيه، حد يقدر فعلا ياخد ويدي معاك في الكلام، وفي الاخر ما يقولكش معلش وسلام على كده. حد فعلا يقدر يديك حلول على ارض الواقع، مش حلول خيالية. يعني مثلا لو رحت لحد انا معيش فلوس، اعمل ايه؟ اروح لدكتور نفسي. ما انا معيش فلوس، معلش شوف لك حد يساعدك. ايه تمام. حد مثلا انت في حاجة مضايقاك، او في حاجة مثلا عايز تبتدي فيها وانت مش جاهز لها، او محتاج تقف بس على اول الطريق، مش عايز حد يتوهك اكتر ما انت تايه. يا جماعة اختاروا اللي تتكلموا معاه، اختاروا اللي تحطوا عنده اسراركم. تمام. اختاروا الناس اللي تسمع وتفهم وتحس بالبني ادم، تسمع وتحس. في ناس ما بتحسش، هتتجرحوا اكتر وهتلاقوا نفسكم اتضايقتوا اكتر والدنيا اسودت في وشكم اكتر. دي حاجة اذا قدرتوا ان انتوا توصلوا لشخص موثوق فيه، او حد فعلا بيفهم، وحد يدلكوا فعلا على الطريق الصح، فده يا ريت. لو ما امكنش، يبقى نفسك ثم نفسك ثم نفسك ثم الورقة والقلم. امسك ورقة وقلم واكتب فيها كل اللي انت عايزه. قول كل اللي في قلبك، قول اللي مضايقك، اشتم. لو نفسك تشتم في حد مش قادر تطلع الطاقة السلبية اللي جواك في وشه، طلعها على الورقة. خلص كل اللي في قلبك على الورقة، وبعدها اقرأ كل اللي انت كتبته واحرق الورقة. احرقها وانت في دماغك ان انت بتحرق كل مشاكلك، او بتحرق الحاجات اللي مضايقاك، واللي يعني انت بتنظف نفسك من الحاجات اللي معكرة دنيتك. خلاص احنا خدنا الحاجات كلها اللي معكرة الدنيا عندنا، فضيناها في ورقة وحرقناها. واقتنع بده، ايا كانت المشكلة كبيرة، كل مشكلة وليها حل. وده مش كلام انشا، صدقوني كل مشكلة وليها حل، حتى لو كان الحل مش على هواك، بس اسمه حل. فهمني؟ كل مشكلة وليها حل. فبلاش نسود الدنيا في وشنا، وبلاش لا انا مشكلتي ملهاش حل، انا معرفش ايه. انا مشكلتك ملهاش حل دي تقولها اذا كانت المشكلة دي صدفة حد تاني وفعلا ملقالهاش حل وخلاص، وعرفنا بقى دي مشكلة بقى كده. يا جماعة المشكلة الفلانية دي كده ملهاش حل على مر العصور وعلى كل الاشخاص، وتطبق على كل الازمنة لا، مفيش حاجة اسمها كده. مشكلتك اكيد مرت على شخص تاني، اكيد هتحط فيها حد تاني، اكيد لقالها حل. احنا عايشين، كان في ناس عايشين قبلنا، وناس عايشين قبلهم، وناس عايشين قبلهم وقابلتهم مشاكل ولقوا لها حلول. والدنيا يعني ما بتقفش، الدنيا بتمشي. ومادام في يوم جديد اكيد هتلاقي حياة جديدة. ربنا مادام اداك يوم جديد، اكيد هو عارف ان انت اليوم ده مش هيضيع كده، الا اذا كنت انت عايز تضيعه، دي حاجة تانية. لكن لو انت فعلا عندك مشكلة وسعيت انك تلاقي حلها، ربنا هيبعت لك اللي يقف جنبك حق ويديك الحل الصح، يا اما هو هيلهمك بالحل الصح من غير اي حد، من غير تدخل بشري في الموضوع. هتيجي الحل الهي
سواء بقى انت استعنت بالله، صليت، دعيت، ربنا حب ان هو يخرجك من اللي انت فيه، خلاص المحنة اللي انت فيها وقتها عدى، او الاختبار بتاع ربنا خلاص عدى. ربنا اكيد هيبعت لك الحل، هيبعت لك الباب المفتوح اللي انت هتعدي منه لحياة تانية. انت ما كنتش تتخيلها اصلا، ما كنتش تتوقع ان الموضوع هيبقى كده. وممكن يكون الحل سهل جدا على فكرة وبسيط وقدامك، وانت نفسك من كتر ما انت ضاغط على نفسك ومن كتر ما انت متأكد ان المشكلة دي ملهاش حل مش هتلاقي لها حل. وهو ممكن يكون الحل قدامك وبسيط وسهل والدنيا جميلة، مفيش اي مشكلة. خلاصة الكلام عشان ما تتوهوش مني، بس عشان انا بس لما بطول معاكم انا عايزاكم تثقوا 100% ان انا بحبكم، وان انا عايزة حد، يعني مفيش حد يقع في مشكلة، ومش عايزة حد يبقى يائس من الحياة، ومش عايزة يكون في مش عايزة يكون في ناس وحشة، مش عايزة يكون في دنيا وحشة. عايزة يكون الدنيا حلوة وكل الناس مبسوطة وكل الناس بتضحك ومفيش مشاكل والدنيا بسيطة والحياة سهلة. عشان كده انا بطول معاكم في الكلام عشان بس الفكرة توصل بكل الاشكال لكل الناس عشان تفهموني. خلاصة الكلام، ما تطلعوش اسراركم كلها لاي حد. ثقوا دايما في ربنا ان هو هيوقف لكم الشخص الصح اللي يقف معاكم بجد. انتوا بس فكروا قبل ما تتكلموا مع اي حد، ومش اي حد تاخدوا رأيه في اي حاجة، ومش عشان صاحبك على القهوة يبقى خلاص تمام وده عشرة ومعرفش ايه تمام. صاحبك ده مش خبير في كل حاجة، اكيد في حاجات هو نفسه بيقع فيها وبيحتاج استشارة. فروح لأهل الخبرة وأهل الثقة عشان تعرف تاخد النصيحة الصح أو الطريق الصح تمشي عليه، وما تتلخبطش أكتر ما انت متلخبط. دي حاجة. ما عرفتش توصل لأهل ثقة، أو ما عرفتش ان انت تروح لحد موثوق فيه، ما عرفتش ان انت تستشير حد خبرة في أي مجال انت عايزه، يبقى نفسك موجودة، ليك عقل بيفكر زي اي حد، ليك ايدين تكتب بيها زي ما قلت لك، ورقه وقلم، فضي كل الشحنه السلبيه، اقرا اللي انت كتبته وهتلاقي الحل انت نفسك كاتبه في قلب الورقه. جربوها وقولوا لي رايكم عشان دي متجربه. خلص واكتب كل حاجه انت عايزها، ان شاء الله تكتب كشكول كامل، اكتب 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 اكتب, اكتب اي حاجه عايزها، اكتب ان شاء الله كلمه واحده او تملى الصفحات كلها. المهم انك ما تسكتش، ما تفضلش تقول مفيش. كلمة مفيش حل هتخلي البيبان كلها تتقفل في وشك حتى لو هي مفتوحة. هتوحشوني الحلقة اللي جاية. انا مبسوطة اوي ان انا كنت معاكم، وخلي بالكم من نفسكم، وياريت الناس الفتاية تبطل فتي شوية بالله عليكم، عشان بجد الموضوع خانقني انا شخصيا. يعني مش عارف حاجة قول معرفش، والله مش عيب، مش هتروح النار لو قلت معرفش. انت هتروح النار لو ضللت حد تاني، لكن مش هتروح النار لو قلت معرفش. مش عارف قول معرفش، مش قادر تسمع قول انا مش قادر اسمع. هو مش هيزعل احسن ما يحس ان انت متفه من الكلام اللي بيقوله او بتسمع وانت مش، يعني مفيش اهتمام بالكلام اللي بيتقال. لو في ايدك حاجة تساعد بيها حد ساعده، مفيش في ايدك حاجة قول معرفش. وبلاش بقى بالله عليكم يعني قوم اتوضى وصلي ركعتين، ربنا هيفرجها ان شاء الله. ماشي اتوضى وصلي ركعتين، وبرضه هو عايز حل. اكيد ربنا موجود في كل مكان وفي كل ثانية، واكيد ربنا عالم بكل حاجة من قبل ما احنا حتى نفكر فيها. انا عايزاكم تفهموني صح في النقطة دي. انا مش بقلل من الركعتين اللي انت هتصليهم، بالعكس ده يمكن هم دول اللي يحلوا فعلا الموضوع. بس البني ادم هو مخنوق ما بيحبش يسمع كلام هو عارفه تمام، هو بيحب يسمع اللي يريحه. يا سيدي لو جاي يشتكي لك من حد وانت عارف ان هو غلطان، ما تقولوش انت غلطان في وشه وهو مخنوق في اللحظة دي. ما ينفعش حد يجي يقولك انا متضايق من فلان وهو اصلا الشخص اللي بيحكي لك ده هو اصلا اللي غلطان في فلان ده.
تيجي انت تقوله لا بس انت فعلا انت عملت فيه كذا كذا كذا، وهو من حقه يزعل، مش انت اللي من حقك تزعل على فكره. هو عارف، هو جاي يحكي لك عشان هو متضايق ان هو عمل كده، فما تجيش انت تزود عليه. تمام؟ يعني يعني قول له ان هو فعلا غلطان، بس مش في الوقت اللي هو جاي يشتكي لك فيه. هو نفسه لما يهدى ويطلع كل الشحنه اللي عنده، حتى لو هو فعلا يعني ايه، ممكن يقعد يقول كلام هو عارف ان هو مش صح، في الاخر خالص هو بنفسه هيجي يقول صدق صح، انا فعلا انا عملت كده، ما كانش المفروض ان انا اعمل كده، فعلا انا غلطت في فلان، ما كانش المفروض ان انا اقول كده. بس في الوقت ده هو مش عايزك تواجهه كده في وشه، هو جاي يجري على اخر سرعة، انت تطلع له حجر ضخم، جبل يخبط فيه. لا، خده على سرعته لحد ما يهدى، وبعدين نبتدي بقى نتكلم في الغلطات، وده كان ينفع وده ما ينفعش، والدنيا تمشي كده. فيا جماعة اللي في ايده حاجة يساعد، اللي في ايده يقول معرفش، اللي عايز يتكلم مع اي حد يختار هيتكلم مع مين في اي موضوع، لكل مقام مقال، ومش اي حاجة تتقال لأي حد. خلي بالكم من نفسكم، ويا رب محدش يشوف اي حاجة وحشة طول العمر. هتوحشوني الحلقة اللي جاية، سايباكم في رعاية الله، مع السلامة.